بی فرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مثلبین دینیمان و قادیمان هر اجتمان دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن راوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشین بکن تاجی جیهان بابقی نشین بکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جنده جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والذي يدور حول التعددية نعمة أم نقمة، وخاصة في دولنا الشرقية، حيث نعلم جميعا أحبائي الأفاضل إن جمالية الحدائق تنبع من تنوع أزهارها، وكذلك بناء الإنسان والأوطان الحرة تشيد بتمازج الثقافات والعقائد المتعددة، ومثلها الحوارات لا تحلو مشاهداتها إلا بأفكارها وسجالاتها الهادفة لإمتاع المشاهد نفسيا وفكريا بالآراء المؤكدة بأن الكلمة أنبل سلاح لقتل الجهل والأمية الثقافية معا. وما كلمات حوارنا لهذه الليلة مشاهدينا الكرام سوى شعلة لإنارة دروب استعادة حرية وكرامة إنساننا السوري المسلوبة منذ عقود عديدة، بمبادئ ومداد كلمات ضيفينا العزيزين الدكتور كمال لبواني، طبيب وكاتب ومحلل سياسي سوري معارض. أهلا وسهلا بك دكتور كمال لبوان. أهلا وسهلا. الحقوقي روني علي، وهو حقوقي وشاعر وناشط سياسي كردي سوري معروف. أهلا وسهلا بك أستاذ روني علي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك، وتحياتي لضيفك الكريم الدكتور كمال لبواني ولمشاهديك الأعزاء. تسلم دكتور كمال. نعلم بأن لكل فكر وموقف إيجابياتها وسلبياتها وتعددية بشموليتها. هل هي نعمة أم نقمة للإنسان والمجتمعات البشرية؟ باختصار هي ليست خيار، يعني مش نحن بنقرر نتعدد ولا لا. التعددية مفروضة على المنطقة منذ تاريخها، لأنه هي ملتقى 3 قارات وتعرضت لهجرات وغزوات خطيرة جدا وتغييرات ديموغرافية هائلة. يعني فينا نقول انه معظم الشعوب هون هي خليط تجمع شعوب من كل العالم، يعني ما دلت منطقة في العالم لم تغزوها وتستقر فيها، وبالتالي نكبتنا هي كانت هذه الغزوات. لكن النتيجة تبعتها كانت ان هذا التنوع الهائل في القوميات وفي الثقافات، هذا بحد ذاته كان يخلي الشرق الأوسط هو المفاعل الثقافي العالمي الذي أنتج مش بس الأبجديات واللغات والديانات والثقافات والحضارات
وأنتج كثير جدا، حتى النظم، يعني نظم الإنتاج ونظم الحياة. فهو يعني من شريعة حمورابي ليلحق الديانات السماوية، ليلحق الديانات الأخرى، وكل هذه الأمور هي كانت نتاج هذا التنوع. وبالتالي أنا ما بختار تنوع أو لا تنوع، لأنه إذا بدي أقول ما بدي تنوع معناتها بدي أعمل مجازر تطهير عرقي. يعني حاشا لأحد من اليوم بمكونات المنطقة يشتغل هيك. لكن التنوع هو حالة فرضت على المنطقة بسبب بنيتها الجغرافية الهشة، بسبب تعرضها لغزوات من جيران أقوياء، بسبب كونها على ملتقى القارات الثلاثي وهي قلب العالم القديم. فالتنوع أنا برأيي قدر يجب أن نعيش فيه ومعه ونستفيد منه، مش قضية خيار إني أنا أقول إنه بدي تنوع أو ما بدي. شيء مفروض علي يعيش أنا وياك. يعني أنت قاعد بأربيل وأنا قاعد بالسويد، ومع ذلك نحن نجتمع حتى افتراضيا. فهذا التنوع هو مفروض علينا قطعا. مثل ما أنت هلأ عم تحكي عربي، أنا بتمنى لو بعرف كردي رح أحكي كردي. وبالتالي يعني الأمور هيك أنا شايف، ما هي خيار، هي فرضته الظروف. ويجب أن نبدأ من هنا، نبدأ من التنوع، ولا نبدأ من الأحادية أو الشمولية أو الفاشية أو الشوفينية أو التعصب أو إلى آخره. كل بدء من اللا تنوع هو جريمة بحق الذات والآخر. نعم. تمام. أعذروني، إذا التنوع كما يقول الدكتور مفروضة وقدر يجب أن نحولها لنعمة. ما تعليقك على ما قاله؟ تحياتي مرة أخرى. أنا باعتقادي هو قدر، لكن هذا القدر له أسباب وله مبررات وله دوافع وله ظروف التاريخية. المنطقة تشكلت نتاج تمازج حضاري تاريخيا، وهي التركيبة اللي أنتجت المنطقة هاي لحد الآن موجودة. لكن أنا باعتقادي إذا أردنا أن يكون الحوار ذو مأخذ، أو بمعنى ذو مدخل إلى ما نبتغي إليه، هو السؤال ينبغي أن يكون كيف نجسد هذه التعددية. وهذه مهمة من يتنطح أو يتصدى لمستقبل البلد لكي يكون فاعلا في التأسيس لمرتكزات هذه التعددية. وهذه التعددية ينبغي أن تكون مبنية على مبدئية الحقوق والواجبات. إذن التعددية بغض النظر إن كانت نقمة أو نعمة، بتصوري الوعي الثقافي والفكري هو اللي من شأنه يحول النقمة إلى نعمة، والتخلف من شأنه أن يحول النعمة إلى نقمة. إذن هون بيجي دور المثقف، دور المشتغل في الحالة الثقافية أو الحالة الاجتماعية، واللي يكون عنده رأي وصاحب كلمة، وإن كان يفتقد إلى مقوماتها بمعنى أدوات القوة تبعها، لكن عليه بالدرجة الأساس أن يؤسس لمرتكزات هذه أو هذا المفهوم. تمام. دكتور كمال، التعددية بكل شيء نعمة كما يعرف شعبيا وجماهيريا، ولكن في مجتمعنا السوري للأسف تحول إلى نقمة. مفروض البلد المتنوع يكون بلد متطور، وسوريا كانت متطورة إلى ما قبل الحقبة البعثية أو الناصرية والبعثية، ثم حقبة الأسدين الأب والابن، فتحول إلى نقمة. ما تعليقك؟ يعني هو في عنصرين مهمين جدا، هو حرب الإلغاء اللي خاضوها البعض ضد الآخر، والتناقض الذاتي اللي بيشمل كل الناس. يعني كل واحد منا للأسف بالوقت اللي عم يلغي فيه الآخر والتعدد هو نفسه 50 وجه ومتناقض لدرجة هائلة. يعني في ضده وضده بداخل الشخص الواحد. يعني هيدي المشكلة اللي عم نعاني منها نحن، هي التناقض الذاتي
وحربنا لإلغاء الآخر المختلف. كل واحد مختلف، يعني اللي مو بشار أسد لازم يموت، واللي مو عربي مو موجود، واللي مو تركماني ما يعني هذا خارج التاريخ، واللي مو يهودي معناته هذا أغيار، واللي كذا. الحرب الإلغاء اللي احنا خضناها ضد بعضنا تزامنت وتعايشت مع تناقض داخلي هائل، نحن ما عرفانين من نحن وماذا نريد. فهي مشكلة أساسية تكوينية في كل المكونات الموجودة. يعني بتسألوا للواحد أنت مثلا أنت مسيحي ولا عربي مثلا، أنت مثلا أنت علوي ولا سوري، أنت مثلا هلا أنا عربي ولا سوري ولا شو ولا مسلم ولا، يعني في عندنا مشاكل كثيرة في تعريف نفسنا. وبالتالي كوننا ما نعرف أنين نعرف نفسنا، ما نعرف أنين نقبل بالآخر، نخوض حرب ذاتية، صراع داخلي، انفصام داخلي، ونخوض ايضا حرب خارجيه مجنونه، لانه ما ممكن تلغي الاخر. يعني ما فيك تلغي حدا اليوم. وبالتالي يعني هيدي مشكله الشرق الاوسط، هي مشكله وعي الذات ووعي وجود الاخر. في مشكله هائله نتيجه انغلاق العقل، ونتيجه انسداد الافاق السياسيه، وانسداد لغه الحوار والمبادرات، والظرف السياسي السيء، والتدخلات الاجنبيه، والصراعات المفعله والمتاجر بها من قبل الاستعمار ومن قبل الدول الثانية اللي أسسوها ورسموها بالجغرافيا لا تستمر. كل هاي الأمور نحن ما حاسين نتجاوزها. دكتور إذا إذا أنا بقول دكتور إذا ضمن هذه المعادلة، هل وبعد هذا الزمن ونحن في نهاية 2020 هل ما زلنا في قوقعة الجهل مداومين؟ نحن في الحضيض، يعني للدرجة اليوم الناس الجثث عم تاكلها الكلاب بالشوارع. السوري يقتل السوري، الأخ عم يقتل أخوه، الكردي عم يقتل الكردي، والعربي عم يقتل العربي، والعربي عم يقتل والعلوي عم يقتل العلوي. ما في حدا متفق مع حدا. هي مشكلة كبيرة، يعني مشكلة كبيرة. نحن في الحضيض حقيقة، لكن نأمل أنه يعني كل نزلة وراها طلعة، ويبدو أنه الحياة يعني كل الشعوب ما بتتقدم بدون حروب أهلية تعيد إنتاج نفسها. وبالتالي أنا بشوف أنه ما نعاني منه اليوم يجب أن يكون درس لكي نتغير، مو لحتى نحن نعند وواحدنا يعني أول شيء يتغلب على تناقضاته الداخلية ويحلها، وتاني شيء يعرف نفسه بطريقة مقبولة للآخر ليحسن يعيش معه. هون كتير مهم هذا الظرف السيء اللي عم نمر فيه كدرس. أنا بتوقع يكون ودرس صعب ومر، لكنه ضروري كان لتجاوز 7 قرون من الركود العقلي والفكري والسياسي والتخلف والجهل. نعم. أستاذ روني، أنت أحد الشعراء والمثقفين الكرد المعروفين يعني، والدكتور كمال يقول نحن في الحضيض، ما زلنا يعني في حضيض قوقعة الجهل. ما تعليقك؟ طبعا هو هذا الحديد، أنا بتصور الدكتور يعني حاول يدخل إلى موضوع، لكن بعجالة. هو هذا الحضيض نتاج موروث ثقافي، نتاج بيئة ثقافية معينة، نتاج ذهنية ثقافية معينة. هل ترى نحن في الوقت اللي عم ندعي أنه لازم نتحرر من هالموروث أو نكون في حالة انقلاب عليه، نمتلك أدواته، وتحديدا أدواته الذهنية؟ يعني عندنا نحن استعداد كامل حتى نكون على بمعنى نتمكن من الانقلاب على هذه الذهنية التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة. بتصوري هناك بون شاسع بين، طبعا لا أقصد هنا الدكتور كمال، لكن أتحدث عن الحالة العامة. هناك بون شاسع بين الادعاء وبين الممارسة. يعني إذا نحن هلا جينا على مفهوم التعددية وأشكال التعددية، عندك تعددية سياسية، ثقافية، إثنية، عندك تعددية دينية، عندك يعني أكثر من شكل في للتعددية. لكن نحن مباشرة دخلنا بموضوع هو بمسنا، دخلنا بموضوع التعددية، وإن كان لم نسميه، لكنه هو التعددية القومية أو بمعنى الإنسان هو محور هذا الحديث. إذن ما دام دخلنا بهذا الموضوع، يعني المطلوب منا بنضع النقاط على الحروف. أنا مثلا مواطن،
إلى أي وطن أنتمي هذا هو المهم. أنا إنسان، إلى أي كيان أنتمي هذا هو المهم. كيف سأتعاطى مع الآخر هذا هو المهم. طبعا مو من باب التنظير ولا من باب بمعنى نطلع من هالجلسة ونكون متفاهمين، لا، في ناس عم تسمع لنا وبرأيي حتى يكون الحوار ناضج وله نتائج، أو على الأقل له من الناحية المفاهيمية إذا كان لابد يكون له نتائج، لازم أنا أطلع بنتيجة أنه الدكتور كمال هو من أحد المكونات السورية، له رؤية كذا كذا كذا، وأنا بنفس الوقت. وباعتقادي هيك حوارات أو هيك آراء أو هيك مخارج تعطي يعني دفعة للمستقبل. هلا إذا جينا على الحل الاجتماعية، حالة كما مثل ما ذكر الدكتور، العربي عم بيقتل عربي، السني عم بيقتل سني، الكردي عم بيقتل كردي، هي نتاج موروث ثقافي معين. نحن كيف فينا نتجاوز هذا الموروث؟ بتصوري يعني أنا بجوز في شغلات يعني إذا دخلت فيها بتطلع بإشكالية ثانية. يعني نحن عم نناقش موضوع جزئي عن حالة كلية. أنا مثلا أحيانا هيك بفكر، ليش مثلا انكتب إن نزلناه قرآنا عربيا مثلا؟ بيخطر ببالي، يا هل ترى أن الرب بكل المعمورة بخاطب مكون معين؟ مع احترامي للأخوة العرب، أنا ماني ضد العربي أو السني أو الشيعي أو يعني بمعنى حتى مذاهب وطوائفهم يعني، ولا ضد أي إنسان كائن من كان، لكن أنا كإنسان من حقي أفكر ليش هذا مخصص بكذا وليش أنا ماني مخصص؟ يا هل ترى هالتخصيص من شو جاي؟ يعني في أكثر من سؤال من مهمة المثقف سواء كان عربي أو من غير المكونات يتصدى له. وبالأخير إذا كنا بدنا نفكر بموضوع إنسانية الإنسان راح نطلع بنتيجة، وإذا كنا بدنا نفكر بآليات تجسيد هذه التعددية في البلد الذي ننتمي إليه سويا راح نطلع بنتيجة ثانية. هلا يعني شيء حلو الواحد بيقول مثلا نحن مجتمعنا متعدد وفسيفساء ونحن نعتبر التعدد حالة قوة وليس ضعف، لكن كيف ينظر الإنسان الذي ينتمي إلى هذه التعددية ولم يمتلك حريته؟ ما هو شعوره؟ إذا كنا مثلا من منطلق القوة عم نتباهى بالتعددية، لازم نفكر الضعيف كيف عم نفكر وشو وضعه بهالتعددية. إذا كانت التعددية هو أمر واقع، مو أنا اللي خالق هالتعددية، حالة مفروضة، بيجي دور النظام السياسي، بيجي دور القوانين، تجي دور يعني المكونات الأخرى لتجسد هالتعددية وفق رؤية، وفق ممارسة، وفق آلية، حتى تكون هذه التعددية انعكاس إيجابي لكافة المكونات المتعايشة مع بعضها. دكتور كمال، أنت والأستاذ روني أجمعتم أن التعددية فرض أمر واقع، طالما واقع علينا، وهدف برنامجنا تحديدا بيف تي في بشكل عام، طبعا بيف تي في قناة تابعة للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، يعني إطار ثقافي، وغايتنا هو تنمية الحوارات ما بين كل المكونات سواء كانت عرقية أم دينية أم ثقافية أم اجتماعية. لذلك دكتور هذا البرنامج حواراتنا نتمنى أن نقدم ولو جزءا بسيطا يسيرا من لغة الحوار لكي تكون مقدمة لتجاوز المفهوم السائد في مجتمعنا الآن بأن التعددية نقمة أو إلغاء للآخر، يعني هناك من يلغي الآخر، ومعروف أنه السلطة ألغى حقوق كل المواطنين، وكذلك كون السلطة ذات طابع أو شكل عربي فألغى وجود الآخر الكردي، كل المتنوعات الأخرى، يعني السرياني، الآشوري. فنحن كمثقفين كيف
يمكننا تجاوز هذه الآفة التي تهتك بمجتمعنا وأحد أسباب ديمومة المأساة السورية. يعني توصيف الأزمة بشكل سطحي شكلي، يعني شكلا هي أزمة حرية، لأنه أنت اللي عم تحكي عن مكون مش حر، وبالتالي كيف بده يعبر عن نفسه سياسيا هذا التعدد، أو يعبر عن رأيه إذا هو مش حر. وبالتالي الشكل المشكلة الأساسية هي الحرية، لكن غياب الحرية ما اجى من فراغ، اجى من ثقافة شمولية، ثقافة استبدادية متأصلة في التراث، يعني إن كان إسلامي ولا إن كان قومي ولا إن كان إلى آخره. هلا كل دول العالم ما كانت حريات وديمقراطية، لكن دخلت الديمقراطية وكذا والى آخره، نحن لازم بقى نفهم وندخل. فالمسألة الأساسية، أنا قبل ما ألوم مكون إنك أنت لا تؤمن بالتعددية أو لم تترجم هذه التعددية إلى نظام ملزم لك ولغيرك، وتعطي الناس حقوقها فعلا من خلال إيمانك أنت بهذه التعددية اللي هي مو خيار، اللي هي مفروضة عليك غصبا عنك. هذا واقع لا يمكن إنكرانه. فهذا قبل ما أقول له هيك بدي أسأله أنت حر تحسن، تعال تحسن تشتغل اللي بدك إياه؟ لا، الحقيقة أنه كل المكونات مصادرة حريتها ومصادرة قرارها لصالح مستبداد شمولي موجود اليوم بشكل ما، بنظام عسكري فاشي قومجي إيراني، شو بدك تسميه، صهيوني، شو بدك تسميه سميه، هذا النظام أكل الكل. وبالتالي قبل ما نخلص من هذا الوحش، بعتقد إنه ما فيك تطلب كتير لا من الكرد ولا من العرب ولا من غيرهم. يعني ما يمكن خوض حوار حقيقي مع بين المكونات قبل أن نحصل درجة أولى من الحرية، درجة أولى من الحرية لكل الناس، لحتى يفكروا بحرية ويقرروا بحرية. على الأقل إذا اتفقنا على شيء نحسن نطبقه. أما إذا الإنسان مصادر ومكبل ومكبوت تحت أمرة سلطات لا تسمح له في الكلام ولا في التعبير، ما بيحسن لومه، لأنه هذا مسلوب الإرادة، لأنه مسلوب الحرية. وبالتالي ما تطلبوا اليوم أنا فهمانه، ما تطلبوا أنه العرب يتطوروا ثقافيا ويعترفوا بالتعددية، أوكي، لأنه الكردي انظلم كثير، والكردي عانى من نزعة الإلغاء الهائلة اللي عملوها التركمان وعملوها العرب وعملوها الإيرانيين وعملوها، يعني 3 قوميات تآمرت على إلغاء قومية رابعة. فأنت معك حق تطلب مني أنا، بس أنا شوف شايفني، يعني أنا ماني حاسن أوصل لأهلي أو أوصل لبيتي، فكيف سأعطيك ما لا أملكه؟ وبالتالي أنا في مرحلة أولى يجب أن نتحرر، لازم يعني نمشي خطوة باتجاه الحرية، باتجاه دكتور، الديمقراطية. هنا سؤال بيسأله الكل كردي، طيب أنت ما فيك تعطي ولكن فيك تعترف بالحقوق يعني. يا سيدي أنا أعترف، أقر وأعترف، وأطلب الصفح شو اسمه، العفو وأطلب دكتور، طيب يعني وين تصرفها هاي؟ القصد ليس دكتور كمال كشخص، الغالبية العظمى من إيه؟ المثقفين المكون والمعارضة حتى لحد الآن رافضة تغيير اسم سوريا يعني إلى جمهورية سورية، يعني التخلص من عروبة سوريا. سوريا بلد متعدد يعني، فحد إيه الآن هن بمرحلة هجوم وبتهديد وجودي، عم يحسوا انه النظام عم يهدد وجود البشر كلهم، يعني عم يهددهم فيزيائيا، يعني عم يطردهم من بلدهم، عم ياخذ بيوتهم، عم يقتل اولادهم. فبمرحلة الانسان بمرحلة التعرض للقتل صعب تطلب منه تنازلات، فبتلاقي بيتعصب وبتمسك بزياده. اما ما بعتقد انه هن عندهم مشكله، ما بعتقد يعني في مشكله بين العرب والكرد في سوريا. سوريا بتساعد جميع، انا شايفها هيك يعني، وعايشين كل عمرنا مع بعضنا يعني. والكرد موجودين من الشام ليلحق اخر سوريا، يعني عائلات دمشق بتعرف انت، احياء دمشق بتعرف شو فيها كرد، وبتعرف شو في بحما وشو في بحلب، يعني ما جديد الموضوع، ولانه طارئ، ولانه يعني شيء يعني يمكن انكاره. هذا التعايش قديم وتاريخي، وفي تداخل عائلات، تداخل فبالتالي ما هي قضية اني انا اعترف بوجود الكرد او ما اعترف، لا، هم موجودين غصبا عني اعترفت او ما اعترفت. القضية كيف نترجم هذا لنظام حقوقي سياسي يعطي الناس حقوقها وتخلي الناس تعيش برياحتها
وتعيش بكرامتها وتعيش بحقوقها التي تتمتع فيها بموجب القانون. فهذا هو المطلوب. بس وين هي بدها تصير؟ وقت بيكون في عندنا دولة قانون أو في عندنا دولة يقرها الشعب. اليوم عندنا حكم فاشي، حكم تعيشي، حكم مدري شو، يعني نحن محذوفين من السلطة. وبالتالي ما فيني اطلب من انسان محذوف او انسان ميت قل له لازم تعطيني. شو بده يعطيك الميت او المريض او المشلول؟ او هي المشكله، المكونات مشلوله يعني. حتى بدنا نحكي مثلا عن المكون العلوي اللي هو يملك الدوله العميقه اليوم، مغلوب على امره. يعني حكينا مع المشايخ ومع الكذا، قال يا اخي مو طالع بايدنا، اي حركه بيعملها اي واحد من اولادنا بيعدموه. وبالتالي نحن مغلوبين على امرنا، لا تطلب منا شيء. وبنفس الوقت كمان يعني العرب، يعني هلا اللي متحرر وصار عنده قدره وصار كذا، وكنا متاملين منه انه يعمل شيء وقت كانت نص سوريا محرره، للاسف ما عملوا شيء. مثل ما حكيت انت انه تمسكوا انه لا، سوريا اسمها هيك وسوريا دوله للعرب فقط. هلا هذا الموضوع يعني مؤسف، لانه ما فهموا انه الاسم ما له علاقه بالتكوين. يعني هلا انت تسميها، ما تسميها عرب، سميها كردستان، ما ثلاث ارباعها عرب. يعني ما بصير اسمها، يعني الاسم ما يغير شيء. يعني في النهاية الاسم لا يغير حقيقة موجودة على الأرض. فشايف كيف؟ فيعني ما القضية قضية اسم، ما كتير تركز على موضوع الاسم، ركز على الحقوق القانونية المعترف فيها دستوريا، شفنا الاسم حقوقك نموذج عندك دكتور. وحرياتك كإنسان أولا، وثانيا كمواطن، وثالثا كهوية. نعم. لا، جبنا الاسم نموذجا دكتور. هلا ننتقل للاستاذ روني علي. استاذ روني علي، دكتور كمال ليس ضد حقوق الكرد بشكل عام. ما انت كحقوقي، انسان حقوقي، كيف ترى حقوق الكرد في سوريا القادمه؟ ما بدنا نقول سوريا اللي مضت. سوريا اللي مضت كانت سوريا ظلام، سوريا البعث، سوريا الاضطهاد لكل مكوناتها. في سوريا الغد، كمثقف كردي، كسياسي كردي، كناشط سياسي كردي، كيف ترى أن الكرد ينالوا حقوقهم؟ أستاذ روني، تمام، أعيد. الو، تماما عم واضح، تسمعني؟ الصوت واضح. موضوعنا مو موضوع انه الدكتور كمال بيمثل مكون معين وانا عم مثل مكون معين والحوار صاير حوار تناحري. موضوعنا هو طرح اراء وافكار ورؤى. طرح اراء وافكار ورؤى. انا بتصوري عدم امتلاك القرار لا يعني عدم امتلاك الراي. يعني مثلا انا ماني بمصدر قوه بالدوله ولاني امثل السلطه السياسيه، لكن امثل راي، وهذا الراي هو المهم بالنسبه لي ككردي. لما بسمع راي من الطرف الاخر ومن المكون الاخر، وهذا الراي يكون له صدى. يعني مشكلتنا مو مشكله النظام. هلا مشكله النظام اذا جينا على الانظمه، النظام او مثل ما بيقولوا السلطه الزمنيه، البعث استلم من 3-4 عقود، بدنا نجي قبلها كمان 3-4 عقود انظمه متفاوته، شيء دكتاتوري وشيء ديمقراطي وشيء انقلابات عسكريه وشيء ما بعرف ايش. بس موضوع الاستلاب والصهر والاحتواء وفرض القوه، هذا الموضوع له بعد تاريخي، ما نو نتاج اليوم. اذا كان الموضوع متعلق فقط بالنظام، بمعنى اجندات النظام هي اللي بتفرز هيك حالات، كنا على عكسها لازم نكون امام حاله اجتماعيه واعيه لكنها تحت وطأة الخوف. لكن مع الاسف، طبعا انا ما بحكي عن المكون العربي لوحده، هاي الحاله متفشيه بمجتمعاتنا. هاي الحاله يعني تم الاشتغال عليها عبر عقود وقرون من الزمن، مو بس من جانب الانظمه، وتم استثمارها من جانب الاجندات الخارجيه كمان. هلا اذا جينا قلنا يعني فرضا او جدلا انه النظام هو سبب لكل سلبياتنا، طيب الثوره او ما تسمى بالثوره اللي قامت ضد النظام افرزت حالات يعني خلق انطباع لدى المواطن السوري انه حتى القيم اللي كنا عم ندعيها كانت قيم الجزمه، لما راحت الجزمه ما ضلت هذيك القيم كمان. يعني شفنا نحر الناس بالشوارع على اساس الهويه، على اساس الانتماء، سواء ديني او عرقي او كذا. انا بتصوري
هاي المعضله الموجوده عندنا، يعني اللي عم نعيشها، ما أنا اسيره النظام لوحده. هاي معضله يعني إلى تراكمات، إلى مثل ما بيقولوا سياق تاريخي. نحن هلا من واجبنا اذا كنا نمتلك القدره، ولا اعني القدره هي القوه او القرار، نمتلك القدره الذهنيه على الاقل، انه كيف فينا نعيد صياغه المفاهيم، نعيد صياغه انه انت كردي. انا مثلا، انا بالنسبه لي هلا واحد بيقول لي خيو خلينا هو اول شيء عم نتفق على دوله المواطنه. تمام، انا بتفق معك على دوله المواطنه اذا كنت انا موجود بهالوطن، يعني اذا كان هذا الوطن يجسدني. بس اما اذا جينا اتفقنا على دوله المواطنه، وهي الدوله بدها تتشكل من الاغلبيه بقراراتها السياسيه، بدساتيرها، بكذا، بهالحاله انا ما بدي دوله مواطنه، انا بدي دوله تجسدني مثل ما تجسدك. ولذلك بيبقى نرجع للسؤال الاهم: لماذا تكون سوريا عربيه ونحن نؤمن بالتعدديه؟ لماذا لا تكون سوريا لكل السوريين؟ لماذا لا تكون سوريا نموذج لدوله تعدديه ومتجانسه في المنطقه ككل، ويتم الاحتذاء بها؟ انا ما عم بحكي هيك كوني كردي، انا بحكي هيك كوني اقرا المستقبل السوري، اقرا المستقبل السوري، وبحكم الافرازات اللي ولدتها الحراك السوري، انا اقرا انه المستقبل هو قاتم اكثر واسود اكثر. ولذلك ينبغي على المثقف العربي وكذلك المثقف الكردي ومن كل المكونات التصدي لهذه الحاله، والا مستقبلنا قاتم. يعني هلا صار في مجال الناس اللي عندها امكانيات، او يعني الهروب من الهروب، يعني اللي وصلوا على اوروبا، اللي وصلوا على مخيمات، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، بس بقي في بالداخل ناس عم تتعيش مع بعض. هدول الناس اللي عم تتعايش وعم تعيش قبل الاحداث اللي بسوريا او الحراك كان وضع افضل. هلا صار في بيناتهم دم، صار في بيناتهم مجازر. طبعا هذا مفتعل، هذا مشغول عليه، نعم، هذا النظام بيتحمل جزء منه، نعم، لكن انا بتصوري في اكثر من اجنده عم تتحمل هالجزء هذا. اذا هدول الاجندات، هذه الاجندات دخلت الى عمق المكونات السوريه من خلال الازمات الموجوده. نحن كيف فينا يعني مثل ما بيقولوا يعني نحتاط هاي الازمات، او العربي عندي ما عم صادني كثير، يعني كيف فينا نداريها، كيف فينا ننقلب عليها، او كيف فينا بنشوف لما خارج تحترمني كإنسان بحترمك كإنسان، تمام، بنعيش مع بعض، تمام. بس اني مثلا الصبح افيق على شعار لا يجسدني، على نشيد وطني لا يجسدني، على علم ما بشوف حالي فيه، مو انا واعي لهيك مسألة، هكذا ادعي، لكن انا عم بحكي عن كافة المكونات السورية. طيب كيف راح اكون جزء من وطن لا انتمي اليه نفسيا؟ التعددية امر واقع، صح، لكن هذه التعددية لابد من حمايتها بدساتير، بقوانين. هذه القوانين تعبر عني وتعبر عن باقي المكونات. اما اذا جينا على موضوع انه دوله وتركيبه وكذا واقليه واكثريه، بهالحاله انا بتصور راح يكون هي يعني بمعنى هيك مفاهيم راح تكون سلاح اضافي لقمع وطمس معالم القوميات الثانيه. اذا استاذ روني، دكتور كمال، التعدديه بحاجه الى ثقافه، الى دساتير، الى قانون في سوريا الغد لكي تكون فسيفساء جميل لكل السوريين. دكتور كمال، لسان حال غالبيه السوريين يقول رزق الله على ايام بشار. يعني طبعا هنا لا نؤكد انه بشار افضل، ولكن تبين انه المجرم انجب ارهابيا. فصرنا امام حاله يعني فعلا كيف ما نسميها ما بعرف، لك التعليق. ليش يعني بشار ترك السلطه؟ ما هي ايام بشار، هذا اللي عم نعيشه نفسه، هذا هو بشار الاسد، هذا التشرد والقتل والتشرذم والمعاناه هي بشار الاسد. ارهابيين مجرمين اكثر منهم.
لا يا اخي، هلا بشار اسد هلا حاكم. بشار اسد اللي قبله ما كان يعني قبل ال 2011 مو بشار اسد كان حاكم، كان حاكم نموذج يعني غيره. بس بشار الاسد الحقيقي اللي هلا عم تشوفه هذا هو داعش، وتشوفه احتلال ايراني، بتشوفوا احتلال روسي. بشار الاسد لا ينتمي لسوريا، واللي كان حاكم بهديك الايام بقايا سوريا، ما تبقى من الشعور السوري اللي كان موجود لسه بمؤسسات الدولة إلى حد ما. يعني آخر شيء بسوريا قضى عليه بشار الأسد. فأنا ما بقول أبدا إنه بشار الأسد راح وصلى أيامه، هي أيامه، وهي نتيجته. يعني هلا بدنا نحكي نحن مع الأخ، يعني إنه في سؤال إجا حلو، إنه يعني ليش أنا مضطر أعيش مع ناس لا يعترفوا فيي وبدهم يظلموني؟ مزبوط. هل نحن قادرون على أن نعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟ هذا سؤال نسأله دائما لنفسنا. يعني نحن بزماننا العرب القوميين حاولوا يعملوا وحدات، بتعرفوا يعني مثل القومية الكردية، مثل القومية التركمانية هلا عم تحاول تطلع على أذربيجان، وتطلع على كل القوميات، تحاول يعني تعمل لحالها كيان ذا هوية. سؤال فرعي بسيط دكتور. يعني معروفة، يعني بالتركمان ما كنا نعرف انه في شيء اصلا عندنا اسمه تركمان. حتى تركيا نفسها هناك من المؤرخين ما يقولون عبارة عن قبائل بلغارية غجرية اجت وعملت امبراطورية. يعني تركيا لا هدول تتار يا اخي، تتار. هدول تتار. هن التتار، هو القومية الأساسية هي التتار. الترك جزء من التتار، وهلا موجودين بروسيا، موجودين إذا ليس لهم أرض ووطن حتى هنا في منطقة، يعني حتى تركيا يعني اجوا للمنطقة مثل ما العرب اجوا قبائل ونجت للمنطقة. هذا طبيعي، يعني هذا صار بالتاريخ معروف. يعني الجرمان اجوا على ايران يعني زمانهم، يعني بيقولوا العرق الآري موجود، عرق ألماني هذا. فصار في تنقلات كثيرة يعني. لكن انا ما بجرم التنقل التاريخي، عم بحكي اليوم مين عايش اليوم على الارض. انا هذا اللي بيهمني، ما بيهمني يعني حقوق تاريخية. ما في حقوق تاريخية لحدا. الارض لله يورثها لعباده من يشاء. انت موجودة على الارض، لك حقوق عليها، خلقت عليها، لك حقوق عليها، عايش عليها، لك حقوق عليها. انا عايش بالسويد واخذ حقوقي وما بعرف ولا كلمة سويدي، وما حدا بيقول لي شو عم تساوي. وبالتالي انا اللي بدي اقوله انه هل نحن قادرون على اعادة رسم الخرائط ام هي مفروضة علينا؟ لو فينا نحن نعيد رسم الخرائط اوكي، كنا ممكن نفكر برسمها بطريقة اخرى. واذا مفروضة علينا مفروض نفكر بحدود ما هو مفروض علينا. هذا مهم يعني نفهم مع بعضنا. فنحن انا بشوف انه لن يسمحوا لنا بتغيير خرائط الدول في المنطقة. اذا بيسمحوا لنا كتر خيرهم، انا بقسم سوريا دغري، بقسمها فورا. يعني ما بعتقد سوريا بشكلها الحالي يعني قادرة على أن تتجاوز أزماتها بشكلها الحالي بوحدتها الحالية. ما في وحدة عمليا، ما صفي يعني، ما صفي وحدة يعني للأسف. يعني صار في جروح كبيرة جدا تستدعي يعني إنه نحن نبعد عن بعضنا شوي. يعني كل واحد ينام بغرفة فترة من الزمن لينسى يعني. وبالتالي موضوع إنه مو صحيح أنا عم بقول لك إنه أنت مجبر. لا، مو مجبر، مو أنا الجابرك. اللي جابرنا كلياتنا نعيش ضمن هذه الاشكال حتى تحت هذه الانظمه هو نظام الاستعمار الغربي اللي نحن مفكرينه جاي يساعدنا، ولا جاي يعني يجيب لنا الحريه ويجيب لنا الديمقراطيه. هو عم يجيب لنا الصراعات ويعيش عليها. واذا نحن ما فهمنا هيدي الحقيقه، انه الامريكي والروسي والاوروبي كلهم يتعيشوا ويهيمن للهيمنه على المنطقه من خلال صراعاتنا مع بعضنا، ما بنحسن نطلع بقى من هذه الصراعات، لانه هن عم يغزوها وهن عم يخلوها وهن عم يستفيدوا منها، ونحن للاسف عم نمشي وراهم. ان كان قوميه عربيه قلدت النازيه، ولا ان كان قوميات ثانيه تركمانيه ولا غيره ولا غيره ولا غيره، وان كان انظمه شموليه ايدت ستالينيه، ولا ان كان احزاب ماويه ومدري شو اللي عندكم منها انتم، واحزاب شيوعيه والى اخره. يعني كلياتنا عم نعاني مما نستورده من هذا اللي بنسميه حضاره، وما هو حضاره للاسف. حضاره عندهم، لكن عندنا نحن تجلى الوجه الثاني لهذه الحضاره اللي هو القهر واللي هو الاستبداد. ما هي السبل اللي يجب علينا على مجتمعنا السوري بكل مكوناته أن يعمل حضارة، أو ما بدنا نقول مثل أوروبا الآن، ولكن أن يسلك نفس الضروب يعني كما أوروبا مرت فيها يعني،
نبني ثقافة جديدة، ثقافة تقبل الآخر، ثقافة المحاباة والتقبل بدل الإلغاء والحروب والكراهية. يعني ما هي السبل الرئيسية؟ يعني بكفي يكون عندك تليفون وعندك 5 6 أصدقاء عرب لتحكي معهم ويحكوا معك وتزورهم وتعايدهم ويعايدوك لحتى تدل الناس شايفة بعضها وتسلم على بعضها. بكفي حاليا يعني إن إحنا ندل عم نحكي مع بعضنا ونشوف بعضنا ونسمع لبعضنا، وإذا واحد زعل نواسيه، وإذا واحد كذا إلى آخره. مبدئيا ما فينا كتير نكون نحن اليوم طموحين، لكن بقاء الحوار، بقاء اللقاء المشترك اللي موجود على الأرض وموجود بالإعلام ضروري، لحتى أول شيء واحد ما يفكر إنه أنا مو لحالي، في ناس تانيين بدهم يسمعوني، في سليمان بيزعل، عرفت كيف، في فلان بيزعل، في وبالتالي انا صار عندي بذهني اصدقاء بهمني كثير مشاعرهم، بهمني رايهم، بهمني انه يكونوا مبسوطين، يكونوا عايشين وبهمني ما اظهر انا مسيء لهم. وبالتالي هذا الشعور هو الباولة بدنا نبني عليه. القبول بالاخر على الاقل عاطفيا واخلاقيا وكصداقات وكعلاقات مباشره انسانيه، ومن ثم البحث عن تأطيرها ضمن النظام. اذا حسنا نحن نكون نحن اللي عم نصيغ النظام مو ديمستورا. فاليوم بده يفرض علينا دستور، بده يفرض علينا قانون، بده يفرض علينا سلطات جديده، ونحن ما طلعنا، ما رح نطلع. مشكلتك مو معي، مشكله الكرد ليست معي انا او مع العرب، مشكله الكرد مشكله اساسا مع سايكس بيكو، مشكله اساسا خلقها الغرب اللي اليوم مفكرينه انه رح يعطيكم شيء. الغرب لن يعطي الكرد شيء، سيبيعهم كما باعهم. باع الكرد وخذلهم 20 مرة، صار بايعكم وخازلكم 20 مرة. الأمريكي لا يعتد به ولا يعتمد عليه. أنا معك وأنا قلبي عليك. وأنا أكثر الناس اللي رحت لعند الأمريكان وبعرف إنه هن اللي بتغطى مثل ما قال حسني مبارك، اللي بتغطى بالأمريكان عريان. مصلحتك معي؟ أكيد مصلحتي معك كشريك بالوطن، كجار، كأخ، كصديق. ولكن لماذا غالبية الشركاء يرفضون سايكس بيكو حينما يتعلق الأمر بحقوقهم يرفضونه، وحينما يتعلق بحقوق الكرد القومية المشروعة العادلة مثلا سواء في سوريا أو في العراق أو حتى في تركيا وإيران بتشوف يتمسكون فيهم بأسنانهم. أنت جبت مثال أنه حوار لقاء مع العربي. أنا يعني كشخص يعني غالبية الشخصيات والقوى السياسية السورية من عربا وكل المكونات أصدقائي شخصيا، حينما نتناقش الغالبية العظمى منهم يرفضون كلمة الفيدرالية حينما نطرح في مصطلح الفيدرالية تكون حل لسوريا. هذا ما سنعود إليه إلى مناقشته معك بعد أن نعود لأستاذ روني علي. ما تعليقك على ما قاله الدكتور كمال أستاذ روني؟ هلا في الحقيقة الدكتور كمال حكى بموضوع هو موضوع جد مهم، أنه نحن بمعنى مجتمعنا الشرقي ككل، بمعنى الشرق الأوسط أو الدول الحديثة اللي تكونت بعد الاتفاقيات الدولية، نحن ضحايا الأجندات الاستعمارية اللي كانت تسمات بهذيك الوقت. أنا متفق معه. نحن لا نمتلك القدرة على هدم الخارطة الجيوسياسية في المنطقة، لكن باعتقادي نمتلك القدرة على هدم هذه الخارطة في عقولنا، يعني أن نمتلك ذهنية الانقلاب على هذه الخارطة لنؤسس لمستقبلنا، لمؤسس لأجيالنا اللاحقة. هلا هون يعني بيستحضرني فكرة للشهيد موسى عنتر، هو عم بيكتب مذكراته، قال أنا كنت صديق كل الأنظمة التركية اللي عاشرتها وكنت خصم لنفس الأنظمة اللي عاشرتها، والسبب أنه كانوا بالمعارضة نحن حلفاء، لما صاروا بالسلطة اعتقلوني. يعني هو عاشر 3-4 أنظمة حكم بتركيا، كل نظام حكم كان على صداقة معه. لما يتحول إلى في الوقت اللي كان بالمعارضة، لما يتحول إلى سلطة بيعتقلوه بيحطوه بالسجن. أنت ذكرت موضوع ب 2004 بحوار مع مثل ما بيقولوا النخب
من المكونات السوريه السياسيه، صار في هيك طراطيش ومناوشات وكذا حول الوضع الكردي وحول كذا حول كذا. فاخ من الاخوه طبعا هو هلا عضو قيادي بالائتلاف، يعني طرح فكره انه انتم الاكراد ضيوف اعزاء بهالوطن، احترمتوا واجب الضيافه اهلا وسهلا فيكم، اذا ما احترمتوه من وين ما جيتوا تروحوا. قلت لهم الفكره طرحها استاذ سليمان، قلت لهم انا بس بدي اطرح فكره واحده، اذا انتم مع سايكس بيكو، اذا انتم مع سايكس بيكو نحن كمان راح نكون معكم. سايكس بيكو قسم الدول كلياتها، بس ما بصير تكونوا مع سايكس بيكو لما يتعلق الموضوع بالقضيه الكرديه وتكونوا ضد سايكس بيكو لما يتعلق الموضوع بالقضيه العربيه. هذا شيء متناقض. ولذلك قلت لهم تعالوا نتفق على حل وسط، فلتكن سوريا لكل السوريين، نحن نتخلى عن كردستان سوريا وانتم تخلوا عن عروبه سوريا. بهذيك الوقت انا حكيت هيك. هلا شوف اي انسان مثقف بيقول لك انا مع حق الشعب الكردي في تركيا. طيب يا اخي انت مع حق الشعب الكردي في تركيا، ليش مالك مع حق الشعب الكردي في سوريا؟ انت ليش مثلا انا ماني افرض ما فيني افرض على واحد فلسطيني بقول له عيش تحت سقف المواطنه باسرائيل، ما فيني افرض عليه لانه هو بيحدد خياراته. وانا ما فيني يعني مثل ما بيقولوا يعني بحزب النفس، يعني مثلا ما سمعت لواحد او حتى ما اعمم، يعني تركيا دخلت على سوريا، تركيا كذا تركيا كذا تركيا كذا. انا ما شفت هالقوه المدافعه عن هالحصن اللي بنسميه سوريا العربيه بوجه تركيا. بالمقابل المستهدف هو جزء من الكيان السوري واللي هو الكردي. يعني انا برايي بغض النظر انه هاي الخارطه الجيوسياسيه هي من صنع الاستعمار او الدول الغربيه وما تلاها كذا، لكن نحن بحاجه الى التاسيس لمقاومات السلم الاهلي، وهذا الموضوع نحن بنتحمل مسؤوليته. نحن كافراد بهالمجتمع من كافه الاطياف ومن كافه المكونات نحن نتحمل مسؤوليه هذا المسار اللي هلا عم بيصير. والاهم من هذا، هلا الدكتور كمال حكى بموضوع جد مهم، انه امريكا راح تغزلكم، صح، لكن السؤال بالمقابل من يحكم الدول العربيه؟ من يحكم وطني سوريا؟ مين بيحكمه؟ مو عم بيحكموا ايران، امريكا، تركيا، روسيا، كذا 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 كذا. حتى اللي ادعى الثوره كان تحت براس، يعني تحت عباءه الدول اللي بدها تغزلني. فانا من موقعي ككردي لمن ساتوجه وانا اواجه الموت، والتجربه واضحه امام الكل. انا ماني مع خيار اني اكون حليف لكذا او حليف لكذا بوجه مكون اخر في سوريا، لا، انا مع اني اكون انا والمكون الاخر الحصن الحصين او السور الحصين لهذا البلد. استاذ روني، هتسمعوني؟ ايه تفضل. يعني انت بدل عم يسال احد الاخوه استاذ عبد التلدار انه بدل ما انت تلوم العرب لماذا لا تلوم الكرد؟ انتم انفسكم ما انكم متفقين وفي صراعات كل حزب من طرف. هلا موضوع الصراع او التصارع او التناحر، يعني انا ما بعرف كيف بدي اجاوب، بس فيني اقول له انه حتى هاي المواضيع سواء كان كردي ولا عربي هي جزء من الاجندات الموجوده بهالمنطقه. يعني ما في كردي عم بيحارب كردي لانه كردي، في كردي عم بيحارب كردي لانه هو جزء من هذا المشروع والثاني جزء من هالمشروع. وهي المشاريع هي خارجه عن اراده الكرد، هي مشاريع مفروضه فرض من الخارج، من القوى الاقليميه، من القوى الدوليه. ولذلك لما بتشوف كردي عم بيقاتل كردي، تاكد ان السلاح الذي بيديه ليس سلاحا كرديا. لما تشوف عربي عم بينحر عربي، تاكد ان السيف الذي بيده ليس سيفا عربيا. هذه من افرازات الحاله العامه بهالمنطقه. سنعود اليك استاذ روني. بس لحظه، وللاسف نحن اللي مهمتنا نتصدى لهيك حاله عم نديرها بيافطات ولافتات وشعارات معينه، لكن
بتصوري نحن بهالحاله نكون جزء من اداره هالازمه هي. دكتور كمال، هل حقا نحن ما يسمى بالمثقفين؟ أنا أعتقد للأسف يعني كلمة مثقف كثير عظيمة، ولكن نحن في الشعوب الشرقية عامة نسير في دروب الثقافة وليس هناك مثقف. يعني هل توافقوني أم لا ما بعرف، ولكن بدليل ما أكده أستاذ روني، السيف الذي بيد العربي يقتل أخيه العربي هو ليس بسيف عربي، ومثل الكردي. كيف سنقتل بتلك السيوف أصحاب تلك السيوف دكتور؟ سيوف التي تريد لنا التناحر، تريد لنا إلغاء الآخر، تريد لنا دمارا. هلا الحقيقة القضية مش قضية لأنه عربي أنا ما بقتله، ولأنه أنت مثلا لأنه كردي ما بتقتله. لا لا لا، ما بعتقد أنه الرابط الأساسي هو رابط قومي. لا، الرابط الأساسي والمحرك الأساسي هي المصالح. يعني حصتك من الثروة والسلطة، ويا ما أخوة دبحوا بعضهم على الورثة. فالقضية مش قضية إني أنا عربي وهو عربي بحبه لأنه عربي، بجوز لأنه لغته من لغتي، فنه من فني، طربه من طربي، يعني في شيء مشترك، لكن هذا لا يعني لا يبني السلم الاجتماعي. ما يبني السلم الاجتماعي اللي حكى عنه الأستاذ روني هو آلية الصعود في سلم الثروة والسلطة. أنا إلي حق وعندي طموح، وكل إنسان عنده طموح يزيد حصته من الثروة والسلطة، يعني هذا طبيعي، طموح طبيعي مشروع. لكن الآلية كيف؟ هل هي مخاطفة، سرقة، تسلط، سلبطة، ولا هي شغل وعمل وجهد وتراكم والى اخره؟ هلا اذا الآلية مشروعة وآلية محقة وآلية منطقية، بعتقد الناس بتحب بعضها، لأنه بيعرف هو إنه ما رح يحسن ياخذ حقي ولا يحسن يسيطر علي. هو بياخذ الشيء اللي بيشتغله. وقت أنا باخذ حصتي الحقيقية اللي أنا بستاهلها دون نطوطة، ما بقى اختلف مع الثاني. اما وقت بشوف غيري عم ينط ياخذ السلطة وينط ياخذ سلاح ويجيب دعم اجنبي وينط ياخذ المال وبطلع انا برا، فبدي اقاتله. لو كان اخي بدي اقاتله. فسبب الكره وسبب التنازع هي نظام الصعود في سلم الثروة والسلطة، يعني بالضبط النظام السياسي الاقتصادي القائم في التشكيلات الاجتماعية السياسية القائمة عندنا. هذا النظام نظام قنص، أنا قلت عليه نظام اصطياد، كل واحد ناطر الثاني، وإذا فلان طلع بيروح ليخرب عليه. ليش؟ لأنه كله مو شرعي. وبالتالي نحن يجب أن نبحث عن شرعية السلم الاجتماعي. كيف نؤسس، اللي حكى عنه مهم كثير، كيف نؤسس السلم الاجتماعي بنظم تعطي كل إنسان حقه، بتعطي كل عامل جهده، ما تخلي حدا يعتدي على حقوق حدا أو على ملكيات حدا. كتير مهم هذا النظام القانوني السياسي لحتى نحن نخلق حالة من الحب وحالة من التعايش وحالة من القبول وحالة من السلم الاجتماعي. السلم الاجتماعي لا يأتي من الهوية، يأتي من النظام السياسي. لهالسبب يعني الإسلام كتير كان حريص على هذا الموضوع، وقال إنه لا يجوز على الإطلاق انه واحد يخرج عن السلم الاجتماعي، يعني يعتدي على مال الثاني وعلى عرضه وعلى كذا وعلى الى اخره. هذا الموضوع هو الكفر بذاته، مو الايمان. ما قصد فيه الايمان، قصد فيه انه هي فتنه اشد من القتل. يعني التهاون في موضوع الاعتداء على الحقوق والاعتداء على الحريات والاعتداء على الملكيات هو بحد ذاته مشكله المشاكل، واللي هو اخطر على المجتمع من اي شيء ثاني. نحن المشكله انه تهاونا فيها، لانه عربي بسكت له، وهذاك بيقول له لانه كرد، لانه من جماعتي، لانه من حزبي، لانه من طائفتي. وبالتالي صارت الناس تظلم بعضها وتاكل مال بعضها وتعتدي على بعضها، والنتيجه صار كل اللي يكره الكل. حتى الانسان بيكره نفسه، لانه هو نفسه بيطلع هيك بيلاقي حاله معتدي يوما ما واخذ شيء مو له الى اخره. اذا المطلوب هو نظام الحقوق الحقيقي، تطبيق القانون، نظام الحقوق الحقيقي اللي ما يسمح بالتجاوز على حقوق الآخر كإنسان أولا، وحقه في السلطة والثروة. بس نخلص من هاي، إن كان داخل الكرد أو داخل العرب. أولا يعني أنتم مشكلة بيناتكم مو لأنكم كراد عم تقاتلوا، لا، لأنه عم تتنافسوا على الثروة وعلى السلطة. طبيعي هذا التنافس، بس آلية التنافس شلون؟
واحد بيجيب دعم اجنبي، بيروح بيسرق ابار نفط، بيجيب سلاح من حدا، بيجي بده يسيطر عليك بالقوه ويتزعرن عليك ويشبح عليك، بتضطر تقاتله وهو بيكون اخوك او ابن عمك، تضطر تقاتله. وبالتالي هذا الصراع الاهلي الموجود سببه غياب اساس السلم الاجتماعي اللي هو سلطه القانون وسلطه الاخلاق. يعني الوصايا العشر اللي هي اساس الشريعه، اساس قانون اي وجود اجتماعي من ايام حمورابي ولليوم، اللي هي لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا ترتشي، لا مدري شو، هذه كل هاي الامور اذا احنا هيدي ما بدنا نراعيها ونطبقها بدنا ندبح بعضنا على طول، على طول بدنا ندبح بعضنا. وبالتالي هي غياب الاسس التي يقوم عليها المجتمع. يعني السلم الاجتماعي، هي الاخلاق وهيدي القوانين هي جينات الوجود الاجتماعي، قوانين الوجود مثل قوانين الفيزياء. لكن في المجتمعات التغاضي عنها، تغاضي السلطه السياسيه عن حراستها، هي سبب كل المشاكل بين الكرد وبين العرب او بينهما مع بعضهم. يعني لو كل انسان اخذ حقه الى حد ما، لك مو حقه نصه، واحد يقول له اعطوني ربعه، ربع حقي يا اخي رضيان، ما بدهم يعطوك شيء، ما بدهم يعطوك شيء ولا بدهم يعطونا شيء، بدهم ياكلونا هيك عينك عينك، ياكلونا ويشبحوا علينا، وبدهم ايانا نحن ما نقاتل، لا منقاتل، ولو اخي ولو ابن عمي بدي اقاتله. وبالتالي هون المشكله نحن ما في عندنا دوله قانون، ما في عندنا سياده قانون، ما في عرف كافي ليفرض القانون، يفرض الحقوق. مش خلاف هويات ابدا، هو خلاف بالاساس على نوع السلطه. نعم، داخل باي دوله كان، نوع السلطه، نوعيه السلطه، من يحكم. نعم دكتور كمال، أنت تدعو إلى نظام جديد، نظام يؤمن حقوق الجميع، ولكن ما هي آليات بناء ذلك النظام، آلياته؟ هل كما دعيت أنه العودة إلى الدولة الدينية، الوصايا العشرة والإسلام وذكرت كنموذج، أم هي دعوة للعودة دولة إلى الدين، قانون يا أخي، إلى ما الدولة عم بقول دين الدينية؟ ولا عم بقول شيء، بس الدين بيحرس أول شيء، الدين بيخلق عند الإنسان رادع داخلي، يعني حارس داخلي، ضمير. هذا الرادع بضيع بحاجته نحن، لأنه مو دائما الدولة موجودة ولا دائما الدولة لحالها بتكفي يعني. ولكن لا يجوز الاتكال على الوازع الداخلي لوحده، بدك وازع خارجي، بدك قانون، بدك شرطة. وبالتالي بده يكون اثنين سوا، بده يكون في عندك أنت أخلاق وقيم، خلينا نقول عقيدة أو دين، إنه أنا هذا مو إلي ما باخده، هذا حرام ما بقرب عليه. وقت ما بيشتغل هذا، ومتوقع إنه ما يشتغل دائما، بيجي الشرطي بيمارسوا عليك، بيجي العرف والعادة بتمارسوا عليك، وبالتالي بينضبط المجتمع، تنخفض فيه مستوى الجريمة والعدوان إلى درجة تسمح بنشوء العلاقات الإنسانية الحقيقية بين الناس، ولا يهدد السلم الاجتماعي بأي طريقة كانت. أنا بقول دولة قانون وحق مع قيم مزروعة، بدك تسميها دين، بدك تسميها قيم، مزروعة بالثقافة ومعززة بمقدس مشترك جمعي اللي هو دونت بريك ذا لو، مثل ما بيقولوا لا تكسر القانون. بانجلترا بيعدوا القانون، هذا عم يكسر القانون يعني مثل كأنه عم يسب الله. فعندهم اياها مقدس، يعني في النهايه ما يجمع عليه الناس مقدس، بس نحن عندنا مقدس موجود، يعني ليش لحتى نحن نقول هي ادني يعني ما بدي هداك؟ ليش؟ ما المقدس عم يعطيك قيم مقبوله. هلا في مناحي ثانيه ما كثير مقبوله، بس لكن هي القيم بعتقد هي كل الحضارات في العالم انتجت نفس القيم. الاخلاق ليست خاصه بدين معين ولا خاصه بقوم معين، الاخلاق واحده في العالم ولا تتغير بالنفي، تتغير بالتراكم وبالتطور، تتطور تدريجيا، يعني ما تحكمها قانون النفي في التغيير. وبالتالي الأخلاق تزدهر وتستمر. أنا ما عم بدعي لتعمل شيخ ولا عم بدعيك لتعمل شو اسمه، بس عم بدعيك إنه نحن بتراثنا في منظومة قيم جيدة وقادرة أن تشتغل، ما في داعي كبها لأنه طلع تنظيم سياسي معين أو لأنه أنا بدي شيء ثاني. يعني لا، ماني مضطر أن أتخلى عن تراثي، ولاني مضطر اكون عبد له باشكاله القديمه. فما عم بدعي لدوله دينيه ولا عم بدعي لدوله تناقض الدين او تقف على نقيضه، دوله ملحده، لانه ما في عندي مصدر ثاني للقيم وللاخلاق الا الدين. نعم. أستاذ روني علي، ما تعليقك؟ هل نحن انا فعلا بحاجة؟ انا مع احترامي لراي الدكتور، يعني انا هيك ما بعرف، هيك استرسلت يعني بالتاريخ. للاسف اكبر الحروب والمجازر اللي ارتكبت حين كانت الدوله دينيه، سواء
عند المسيحيه او عند الاسلام. يعني في عندنا نتذكر جمل والصفين وما بعرف شو ما بعرف شو، المهم كثير. هي اول ناحيه. ثاني ناحيه يعني استيلاب الانسان، انا بشوف لازم اذا اتبنى مفهوم الدوله الدينيه، اول شيء لازم اتبنى مفهوم واطيع واولي الامر منكم. يعني هي الشغله الاولى. الثانيه مفهوم القيم الانسانيه ما لها علاقه بالدين. يعني مو بس الاسلام. يعني مثلا هلا الدكتور جاب موضوع حمورابي، شريعه حمورابي، ما له علاقه لا بالاسلام لا بباقي الاديان. في عندنا بالديانات الشرقيه، يعني بالصين وبالهند، زردشتية. في عم بقول لك في عندهم مفاهيم، يعني في عندهم مفاهيم. هو الاساس هو الانسان من الداخل، يعني سواء كان منتمي الى دين او لا. بعدين عندنا قضيه المراه بالدين. يعني هلا مثلا اذا بدي اتبنى دوله دينيه لازم المراه تجلد بالشارع حسب التعاليم وكذا. انا ادعو الى دوله علمانيه، ادعو الى دوله علمانيه وفق قوانين تحترم انسانيه الانسان وتحدد هويه هذا الانسان وانتمائه. هذا الانسان كذا يحق له كذا، هذا الانسان له من الحقوق كذا، له من الواجبات كذا. بجوز انا والدكتور هلا اتفقنا، اذا انا كردي هو عربي، واتفقنا بين بعضنا ناسس دوله، وهي الدوله حالتها شركيه بيني وبينه. واذا ما اتفقنا، عندنا مثلا اقليات ثانيه، في عندنا تركمان، في عندنا شركس، في عندنا كذا، معناتها بكره هدول راح تكونوا جزء من مشروع اباده. يعني اذا التاسيس الاساسي هو لازم يكون للذهنيه. كيف نؤسس لذهنيه، كيف نؤسس لواقع نمتلك او نستطيع ان نعيش فيه دون ان يهدر حقوقنا، وبنفس الوقت نعي ما هو علينا من واجبات. بتصور هاي يعني النقطة الأساسية. يعني الدكتور حكى عن موضوع المصالح ولغة المصالح والتعددية ما بين الثروة والسلطة. لغة المصالح بيجوز الواحد بيقتل أخوه، صح، صايرة يعني. بس نحن عم نحكي بموضوع أزمة موجودة بسوريا، واللي انخرط بهالأزمة الغالبية الغالبة منهم على أساس واعيين ومدركين للغة المصالح. المدرك للغة المصالح ينبغي أن يدرك تماما أنه يجتهد أو يشتغل بالنيابة عن مشروع معين. مثلا أجيب مثال، يعني هلأ نحن بسوريا على أساس انقلبنا على بشار الأسد كسلطة ديكتاتورية، مثال أجيب لك. طيب كيف نحن ننقلب على بشار الأسد ونمجد ديكتاتور آخر اللي هو مثلا أردوغان، أو نمجد طاغية أخرى اللي هو اسمه خادم كذا أو ملك كذا أو كذا كذا؟ يعني نحن بورطة فكرية حقيقية. ولذلك غرف إدارة الأزمة يعني عرفت كيف تتعامل معنا. من 122 دولة لصديقة لسوريا، ما ضل بسوريا يعني ما ضل السوري صديق لسوريا. وهون الكارثة. يعني كنت على اساس تدعي انه، طبعا وقت اللي بقول كنت يعني مو قصدي الدكتور، مع احترام، يعني كنا نحن كسوريين ندعي انه في 120 دوله او 122 دوله صديقه لشعبنا، ووصلنا لمرحله نحن ما لنا اصدقاء لبعض. دكتور يعني كمال، الدكتور كمال ما تعليقك على ما تفضل به استاذ روني، وخاصه حول يعني حاجتنا الماسه لذهنيه جديده، لفكر جديد نستمد من الديانات كلها، ولكن تكون ثقافه علمانيه. يعني قال دوله علمانيه. بس نقطه واحده كنت بدي اقولها. انا برايي الدول اللي نحن هلا يعني بنقولها الدول الحضاريه او الدول المتطوره او الدول المتقدمه، لم تكن هذه الدول بهذه السويه الا حين تم فصل الدين عن الدوله. دكتور تفضل، كلمه لك، ما تعليقك. يعني هذا الموضوع إشكالي شوي وبده وقت. فصل الدين عن الدولة ولا فصل الدين عن الثقافة؟ ما السياسة نتاج الثقافة. هل تستطيع أن تفصل الدين عن الثقافة؟ أليس مكون أساسي في الثقافة؟ وبالتالي أنت كأنك عم تعمل قطيعة بين الثقافة والسياسة.
الحقيقة هو المطلوب العلمانية بشكل الثاني اللي هو فصل رجال الدين عن القرار السياسي. يعني الشعب هو سيد نفسه، هو الذي يقرر ما يريد في الشأن السياسي، ولا يوجد وصاية عليه لا من سلطة دينية ولا من كتاب ولا من شريعة ولا من شيء. هو بيقرر القانون اللي بده إياه. هذا هو العلمانية المطلوبة، إنه القرار السياسي هي للشعب دون وصاية من أحد كان دين ولا غيره. فهون بنحط لهم حد لرجال الدين، لكن هذا الشعب نفسه اللي عم يروح على صندوق الانتخاب وينتخب، إذا هو عنده قناعة بقانون معين وراح انتخب الناس اللي بأيدوه، طلع هذا القانون مطابق للقانون الديني، بنقول له لا. إذا نحن بنقول للمتدينين إنه إذا كان في حرية وإذا كان المجتمع سيد نفسه، وقت اللي بتقنعوا أغلبية المجتمع بقانونكم بيطلع قانونكم، وقت اللي المجتمع بيلاقي قانونكم مو صح كمان بيغير قانونكم. وبالتالي الحكم هو إرادة الناس الحرة وليس أنتم نصوصكم ولا مرجعياتكم. فهي العلمانية المطلوبة اللي هي إلى حد ما تحفظ يعني شيء أساسي اليوم بحياتنا وبتركيبتنا نحن بتكويننا كلياتنا، اللي هي القيم. ما عندنا مصدر ثاني للقيم إلا الدين، وهي القيم مو شرط تكون نازلة من عند الله، هي موجودة عند كل الحضارات مثل ما قلتوا بالصين وبالهند وين ما رحت هي الأخلاق واحدة. ما في ثقافة في العالم بتقول لك السرقة منيحة أو القتل منيح أو الاغتصاب أو العدوان على الناس يعني كل إذا الأخلاق هي صفة من صفات الإنسان، وبالتالي ما فيني أقول ما في أخلاق مثل ما قالوا غيرها، يعني إنسان ذئب الإنسان، لا. فأنا بقول إنه لابد نحن بالنسبة لنا كمجتمعات معظم ثقافتنا حتى لغتنا العربية دلت على الشكل القرآني، مع إنه كان في لغات تانية انقرضت يعني. وبالتالي نحن نواة تشكيلنا الثقافي هو الدين. ما بدي أقول له للناس تخلى عن هويتك في هذا الزمن من التوحش. عرفت كيف؟ هلا أنت إذا بتعتبر الدين متوحش كمان ممكن، يعني إذا شايفه داعش وشايفه كذا كمان بصير، ومعك حق يعني. إذا الدين داعش وإذا الدين مثل ما شفناه نحن بالمناطق المحررة، لا سيدي بلا. يعني معك حق تستنكر، لكن أنا ماني شايفه هيك. على كل الأحوال المطلوب دولة مدنية، دولة عقد اجتماعي يكون فيها الشعب سيد نفسه، دولة تبحث لا تستفز الهويات الأخرى، يعني ما تسمي حالها بهوية معينة لتلغي الآخر. تكون دولة عقدية إلى حد ما تترك هامش كبير من للتباين الثقافي، لكن تكون متشددة في أنه كل إنسان يحصل على حقه بالقانون، يعني دولة الحق والقانون الذي يساوي بين المواطنين. هذا كتير مهم، كتير مهم أنه كل إنسان ياخذ حقه وما حدا يعتدي على الثاني بغض النظر شو من كان وشو ما إلى آخره. أما دولة محاصصة بعتقد رح تكون ضعيفة شوي. على كل الأحوال إذا كانت المحاصصة ضرورية في السيادة مثلا ممكن الحكي بينحكى فيه، بس المحاصصة بالخدمات ما حلو. يعني أنت تروح على مستشفى وغيرك ما بيروح وكذا، لا ما صحيح. يعني المحاصصة بتكون في شكل من أشكال الدول، في إشكال الدول ممكن تكون هذه الدول مقبولة للجميع، يعني إذا كانت عقدية، إذا كانت فيها هامش من الحريات الثقافية والتنوع، إذا كانت السيادة ليست لها لون واحد، فينا نعيش يعني. وبعتقد العالم كله يميل نحو الاندماج، يعني المختلف عم يتحد اليوم، فما بالك باللي كان عايش سوا مع بعضه. وانا بشوف انه سوريا اصغر من انك تبي تقسمها وتعمل لها مدري شو، يعني ما هي هيك مو ظابطه، يعني هيك مو عايشه. وبالتالي انا بشوف انه في اساس. انت تدعو الى المدنيه، انت تدعو الى الدوله المدنيه، وزملائك اصحاب فكر الدوله المدنيه وتحديدا الاخوان المسلمين هاجموك مجرد دعوتك للتطبيع مع اسرائيل، واعتبروك خائن وعميل. طبعا رغم انه انا اعتبرتها خطوه جميله ورائعه في الاتجاه السليم يعني، وتشكر لا يعني ويسجل لك، ولكن غالبيه دعاة الدولة المدنية اعتبروك شاذا، وحتى القسم منهم هذا دمك يمكن، يعني على ما اعتقد. يا اخي متعيشين هن على الصراع وهمي مع اليهود، وهن نتاج الحركة الماسونية العالمية للأسف. يعني
حركة الإخوان المسلمين هي النموذج الإسلامي عن الماسونية والتي تدار إلى الآن من قبل الماسونية. يعني هن في صلب المشروع الإسرائيلي الصهيوني للآخري، هن أداة من أدواته للأسف. يعني أنا ما عم أقول إنه إسرائيل يعني منيحة كتير ونحن عاطلين كتير، لا، بس عم أقول إنه هدول اليهود كانوا عايشين معنا وهن جزء أساسي من تراثنا هو ومن تاريخنا. هو كبيرة بيناتنا، بيننا وبين إسرائيل في هو ثقافية وأخلاقية كبيرة، يعني للأسف هم الأفضل يعني. يعني هلا هن لأنه جابوا النموذج الحضارة الغربي والدولة الغربية، لكن هن كتراث هن نفسهم. يعني التلمود كتب في دمشق، يعني هي اخلاق دمشق، مو اخلاقهم هن، مو اخلاق موسى. هي مو اخلاق موسى اللي اجى من الصحراء، اجى من سيناء، لا، هي اخلاق تجار دمشق. وبالتالي ما كتب في اليهوديه وما عاشت عليه اليهوديه مش الموحى من السماء، المنتج من خلال تجار دمشق تراثهم. العرب، دكتور تجار دمشق العرب ولا غير العرب؟ أنا ذاك ما كانوا في ما كانوا عرب وقت اللي انكتب التلمود، كانوا تمام. ما قبل العرب، كانوا يهود وكانوا مسيحيين وكانوا الى اخره. انكتب التلمود كتب بعد المسيح يعني. وبالتالي التلمود هو اللي هو اساس اللي حمل الدين، دين اليهودي، هو نتاجنا، هو نتاج مدينه تجاريه عريقه، هي دمشق كانت مركز تجاره العالمي كله. وبالتالي هي الاخلاق وهي تبعهم هي تبعنا، وبالتالي هن وين رايحين؟ فالماسونيه وتجار دمشق واليهوديه والراسماليه والاخوان المسلمين هن تقريبا جسد واحد ونمط واحد من التفكير. ما بعتقد انه هن يعني فهمانين نفسهم لحتى عم يحكموا علي. انا عم شوف الواقع، عم شوف قديش عمق التواصل الثقافي وعمق التواصل الثقافي بالروح بين الديانات، بين الديانه اليهوديه والديانه الاسلاميه، بين الى اخره. وبشوف قديش انا هذا التواصل، بقول لشو هاي العداء كذب، هذا كله يعني شعارات كاذبه ليست حقيقيه، ليست اليهودي اذا فهم نفسه مزبوط بلاقي حاله في النهايه هو ابن هذه المنطقه بمشاكلها. ونحن اذا كان نحن بدنا نفهم نفسنا مزبوط، نعتبر انه كل أنانية الرأسمالية وجشعها ونظرتها للآخر وكذا كلها نتاجنا نحن، نتاج أسواقنا نحن، نتاج علاقاتنا التجارية والاقتصادية نحن بين بعضنا. الدولة المدنية هل تحقق الدولة المدنية التي تدعو إليها، هل ستحقق ما طموحات كل مكونات سوريا؟ أنا ككردي أنا أطالب بالنظام اللامركزي الفيدرالي، هل ستتحقق الفيدرالية التي أدنو إليها في سوريا الغد؟ طيب خليني أقول لك شغلة. زمان قال نيلسون مانديلا: الحقوق لا تستجدى، تنتزع بالممارسة. طالما أنت بإيدك إرادتك وبإيدك عزيمتك ما تقبل إلا تاخذ حقوقك. وبالتالي أنا ما بقول لك بدي أعطيك، لأني أنا ما عندي، بجوز كون كذاب. أنا بقول لك تمسك بحقك ولا تتركه، وأنا نفسي رح أتمسك بحقي ولن أتركه. بس دائما خلي يكون عندك شوية حكم يعني محايد، لا تظلم. يعني دائما ما تكون متعصب وما تكون يعني تغطي على الحقائق. شايف كيف؟ وقت الإنسان بيكون موضوعي وبيتمسك بحقه ما حدا بيزعل منه. هل طرحنا الفيدرالية، هل طرح الكرد، مطالبة الكرد للفيدرالية موضوعية أم لا؟ إذا أنت برأيك حقك فتمسك فيه. تمام. أشكرك دكتور. أنا ما بعطيك ولا باخذ منك. أنا بقول لك إذا حقك أنت مقتنع فيه فتمسك به ستجده. تمام. أستاذ روني علي، طرح الدكتور فكرة رائعة جدا، أنه نحن نطالب بالفيدرالية ونطالب، وأنت طالبت بالدولة العلمانية، لم تطالب بدولة تعددية يعني فيدرالية، قلت دولة علمانية، والدكتور قال الدولة المدنية. الكرد يطالبون بدولة تعددية فيدرالية علمانية، والدكتور قال إذا تراها حقوق موضوعية فتمسك بها. كيف سنتمسك بحقوقنا حتى نناله؟ المطالبة ليس بشيء، يجب أن نملك مقومات. ما هو مقومات نيلنا للفيدرالية برأيك؟ أنا بتصوري كان في نقاط مشتركة كثير بالحوار. يعني الأهم من المشتركات الأهم أنه هاي المنطقة مو نتاج شعوبها، هي نتاج
اجندات خارجيه يعني حكينا عن سايكس بيكو، عن تقسيم المنطقه وكذا. بهالحاله طبعا انا برجع لورا شوي، انا ما حكيت عن فصل الثقافه عن الدين، ولا انا ضد الاديان. موضوع الدين والثقافه شيء ثاني، هذا بعد اجتماعي، موروث ثقافي هذا شيء ثاني. انا حكيت عن فصل الدين عن الدوله. انا ماني ضد الواحد بيروح على الجامع ولا يروح على الكنيسه، بس انا مع قوننة هذه الحاله، يعني بمعنى تأطير هذه الحاله. يعني ما مثلا في دول اسلاميه بشهر الصيام بيجوز بيمسكوا واحد مسيحي بيقول ليش انت مفطر بالشارع بدون ما بيعرفوا هذا مسيحي ولا لا، على اساس انه احترام مشاعر المسلمين. طيب يا اخي ليش نحن بيوم من الايام ما احترمنا مشاعر المسيحي، او ما احترمنا مشاعر البوذي، او ما احترمنا مشاعر الهندو، او ما احترمنا مشاعر اليزيدي مثلا؟ الموضوع الاهم يعني اذا كنا على قناعه انه هاي المنطقه مو ولاد، يعني مو نتاج شعوبها، لازم يكون عندنا استعداد لتقبل هاي الحاله على الاقل فكريا. وبالتالي المخرج من الازمات مثل ما بيقولوا يعني من برميل البارود المستقبلي هو التاسيس لدوله تعدديه. هذه الدوله التعدديه انا ما دعيت الى دوله مدنيه، انا دعيت الى دوله علمانيه. حتى لو كانت دوله مدنيه لازم تكون هناك وفق مكوناتها شيء يسمى بمنظومه ما فوق دستوريه. يعني هي اللي لازم ما يكون خاضعه لمواضيع الاقليه والاكثريه ويتم من خلالها طمس او محو الاخر او صهره. بس بالاخير لما الدكتور قال انتم اطلبوا اللي بدكم اياه ونحن ما بنتخلى عن اللي بدنا اياه، انا بتصور مع احترامي للدكتور انا كان بودي اني اشوف الدكتور مناصر لحاله، مو بالضروره اكون انا كردي يعني مناصر الي، مناصر لحاله هو تشكل المخرج، يعني المخرج لاخراج هذا البلد من هذه الازمه. طيب انا ادعو لحوار هذا الحوار يفرز حاله نكون متفقين عليه انه نحن مكونات بهذا البلد نختلف عن بعض، مثلا هلا اذا انا حكيت بالكردي مع الاستاذ سليمان الدكتور ما راح يعرف شو عم بحكي، يعني بمعنى في هويات مختلفه بهذا البلد. الكردي مجبر ان يتعلم العربي، لكن العربي ليس مجبر ان يتعلم الكردي. هذا الفسيفساء بهذا الشكل وبهذه العقليه وبهذا النموذج من الاداره لن يكون فسيفساء ايجابيا او بمعنى نعمه لتطوير هذا البلد. هذا الفسيفساء المدار بهذا الشكل سيتحول شئنا ام ابينا الى قنابل اخرى في هذا البلد، وهذه القنابل من صناعه هذه العقليه التي تحول هذه المكونات الى هذا النوع من التقزيم. يعني انا برايي نحن ما بعرف، انا برايي نحن طولنا، بجوز اللي عم في 10 دقائق بيسمعونا كمان، بس انا بدي يعني من جهتي اختم بحاله وحده او بفكره وحده. موضوع فيدراليه شمال سوريا، جنوب سوريا، غرب سوريا، شرق سوريا، باعتقادي بجوز يكون من حيث الطرح الشيء يدغدغ المشاعر، وانا مع انه يكون سوريا دوله تعدديه فيدراليه، لكن هذه المسائل ليست خاضعه للقرار الكردي وحده، لابد من تفاهم ولابد من اقرار دولي اقليمي. لكن حتى نصل لهذه المرحله لابد من تواصل وتحاور بين كافه مكونات الشعب السوري. انا ما فيني اعيش بمنطقه اسميها فيدراليه اذا كان جاري عدوي، ولا هو راح يعيش. لذلك ولا بد على الكردي، وانا اتفق مع الكردي تحت اي ظرف كان. من المهم جدا ان نؤسس لمسارات الحوار التي تؤدي الى السلم الاهلي، وبالتالي نعيش في حاله تجسد حاله الكل وفق حقوق الكل وواجبات الكل. ومن هنا انا مع الدوله التعدديه الفيدراليه، لكن هذه الدوله التعدديه الفيدراليه
ينبغي أن يكون لها مقوماتها، وهذه المقومات ينبغي أن يؤسس لها المثقف العربي أو الحامل للفكر التنويري، أو لنقل على أقل تقدير الشخص الفاعل في المجتمع العربي. استاذ روني، وعلى الكردي وتحديدا المثقف الكردي ان وجد طبعا، المثقف الكردي ان يدعو ويعمل بكل ما يملك لايجاد وحده الموقف، يعني ما بدنا نقول وحده الاحزاب والقوى، وحده الموقف. نحن في صراع كبير. دكتور كمال، ما تعليقك على كلام الاستاذ روني؟ لانه في سؤال ثاني، يعني نحن باختصار يعني وصلنا لنهايه البرنامج. في سؤال طبي سأسألك إياه، ولكن بتعليقك على كلام أستاذ روني. أنا رأيي برجع بقول إنه الدخول إلى المسألة من بوابة الحقوق القومية ليس موفق. الدخول إليها الأكثر قيمة هو من باب حقوق الإنسان واحترام كرامته وحريته بغض النظر عن هويته. بعتقد هذا المدخل أهم، لأن نحن مو بس موضوع اضطهاد قومي، عندنا اضطهاد طبقي وعندنا اضطهاد، لكن بالأسرة نفسها الأب بيضطهد ابنه، الأم تضطهد بنتها، فبالتالي عندنا اضطهاد للمرأة، عندنا اضطهاد للطفل، عندنا اضطهاد. وبالتالي أنا برأيي المدخل اللي بيخفف كثير من الأزمة هو أن يحترم حقوق الإنسان، ويكون هو يعني العصا الأساسية اللي ماشيين عليها، المستندين عليها، ومن ثم بتجي بعدين الحقوق القومية وحقوق الهوية والتنوعات. محمود عباس يسألك سؤال. دكتور محمود عباس يسألك سؤال: هل تتوقع صدور دستور وطني يحفظ حقوق كل المكونات السورية من قبل اللجان المنتخبة المتواجدة في جنيف الآن؟ والله سيصدر دستور يكرس بشار الأسد والظلم والقهر ويعفي المجرم من القتل. هذا اللي حيصدر من وراء الأمم المتحدة. نعم دكتور، يعني وكيف يعني نختم؟ نحن وصلنا لهي سياسيا، أنا انتهيت، ولكن في سؤال طبي، ولكن أيضا حول وموضوعنا عن التنوع. يقال عن كورونا هناك عدد من اللقاحات، وكل جهة أو شركة منتجة تلغي أو تنفي صحة الشركة الثانية أو الدولة الأخرى. الصين ترفض روسيا وروسيا ترفض الصين، ودواء لقاح إكسبورت. يعني كما هناك مثل ما نحن عم نرفض بعض. يعني عملية اللقاحات حتى صار في إشكالية، كما الإشكالية التي نعيشها في سوريا. يعني شو آخر، يعني هل على السوري أن يطعم نفسه بهذه اللقاحات؟ هناك من يقول لقاح فيروسات كورونا مدمرة يعني منتجة وطبية، ما بعرف، هناك مصطلحات. وهناك ما يقول هرمونات، لقاحات هرمونية. هل على السوري أن يلقح له وإن كان أولا ملقحا بكل هذا العبء والظلم؟ شوف، اللقاح ليس منه خطر، وكل شيء عم ينحكى عليه انه خطر وانه بيغير جينات الانسان وبيعمل شو، بتدخل بكوداته ومدري شو، كله كذب. اللقاح ضروري، وبعتقد اذا صح لك خده. الدول الافضل اللي ثابت تقدمها في هذا الموضوع هي امريكا والمانيا بشكل اساسي، وبريطانيا بعدين، فرنسا 3 4. عرفت كيف؟ اللي بيقروا هاي الدول فخذوا منه، هذا موثوق اكثر شيء. يعني هذا السعودي الروسي لا خلينا على الدول هاي اللي بتحترم نفسها وبتحترم انسانها وما بتعفس، لان هيدي هيئه الدواء الامريكيه كثير دقيقه في هذا الموضوع، والهيئه الاوروبيه كمان دقيقه، وبالتالي موثوق اكثر اللقاح الاوروبي واللقاح الامريكي موثوق اكثر. لكن ما في خوف ابدا من اللقاح، وهذه الدعايات كلها مو صحيحه. كورونا رح تعيش فتره طويله معنا، صارت تصيب الحيوان وصارت في سلالات اخرى ممكن يصاب الواحد مره ثانيه، فبدنا نتعايش معها. لهالسبب لابد من وصول للقاح ومن استعماله، يعني فما في خوف منه. هيدي مهمه يعني. واخر سؤال: اللقاح انهاء الالام السوريه متى سنجده؟ يعني ان شاء الله يصير حرب هالكم يوم، ما بعرف اذا هلا بشد حاله نتنياهو وبيعمل حرب ولا بيستجبن، بس اذا ساوى حرب في تغيير مهم بسوريا، لانه على الاقل يجب ان تخرج ايران من سوريا، واذا خرجت ايران من سوريا خلصنا من نص المشاكل يعني. ايه، وفي كثير بيناتنا يعني لازم نقعد مع بعضنا اكثر
ونحكي أكثر مع بعضنا، ونبلش نفكر في سوريا القادمة. باعتقد يعني في حلول قريبة إن شاء الله إذا الله راد يعني. نعم. إذا ما نسمي أنفسنا المثقفين المعتدلين، السياسيين المعتدلين، لماذا لا نجتمع من كل المكونات في إطار جديد غير الإطر الكلاسيكي اللي فينا نقولها كالائتلاف وهيئة التنسيق وغيرها؟ والله يعني أنا برشحك تدير الحوار، وبرشحك أنت يعني بعقلك الراجح، وإن شاء الله الله يديم عليك الصحة، أنك تكون أنت المشرف العام يعني علينا، تنتج معنا. نحن في بيناتنا صراعات كثير، فللسبب أنت أقرب يعني. فأنت وكم شاب يعني اعملوا منتدى، اعملوا شيء واجمعوا هالناس يعني، معلش يعني بدها مبادرات. ذلك هو طموحي وآمالي، ومعا دائما معا نبني الإنسان والوطن الحر الكريم. أشكرك جدا دكتور كمال اللبواني، الطبيب والسياسي والمحلل السياسي السوري المعروف. أشكرك جدا أستاذ روني علي، الناشط السياسي والشاعر والحقوقي الجميل. أهلا وسهلا بكم، نورتونا. وإن شاء الله نجتمع في إطار نرنو إليه جميعا لبناء سوريا الغد، سوريا الذي ننشره جميعا. وبنهاية اللقاء لابد أن نشكركم مشاهدينا الكرام، ونعتذر منكم إن كان هناك تقصير في عدم الإجابة على بعض الأسئلة أو طروحاتكم، وأعتقد أجبنا على الكثير. دمتم جميعا بخير. دكتور كمال اللبواني، أستاذ روني علي، مرة أخرى كل الشكر لكم، وتصبحون على ألف خير. تصبحوا على خير. شكرا. سلام للجميع. سلام.